السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رافق. اليوم جبت لكم وصفة الباتيسري بأسهل طريقة نقدروا ما نحضروها لقهوة العشية. نمر مباشرة للوصفة وطريقة التحضير. لهذه الوصفة راح نحتاجو نص كاس زيت، نص كاس حليب، نص كاس سكر، باكي فانيليا، لا ليفر شوميك، مغرفة كاكاو، 4 حبات بيض، فرينة على حسب الخليط. نمروا لطريقة التحضير. في ريسيبيون نديرو 4 حبات بيض، نزيدو معاهم نص كاس سكر، نزيد معاهم نص كاس زيت، نص كاس حليب، وساشي لافاني. نجيب فوين نخلط كامل هذاك البيض والسكر واللافاني والزيت، نخلطو كلش حتى يذوب لنا هذاك السكر، حتى نحسو السكر ذاب. نبدا نضيف في الفرينه غير بشويه، نزيد معاهم باكي تاع لا ليفر شوميك ولا خميره الحلويات، نضيف في الفرينه حتى نتحصلوا على خليط ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل. بهذه الطريقه نخلطوا كل شيء مليح مع بعضه. نجيب مول اللي يدخل للفوغ، درت له بابي كويسون، نفرغ كامل هذاك الخليط في المول ديالي، فرغه كامل، نسقمه مليح. بعدها ندخلو للفرن على درجة 180 حتى نحسو بلي طاب. الكريمه راح نحتاجو كريم ليكيد، شوكولا، ماسكاربون. نمروا لطريقه التحضير. نجيب 250 غرام تاع ماسكاربون، انا هنا حنخدم بالبيتخا، ممكن انك تستخدمي الباتور. نزيد معاهم 20 مليمتر كريم ليكيد، نقدروا نعوضوها بزوج مغارف ولا 3 كريم فريش. زدت معاهم 120 غرام شوكولا سوداء ولا بالحليب. نخلطوا كلش بباتور ولا بالبيتخا حتى وين تحصلوا على كريمه. هنا الكيك تاعي كان طابلي بهذا الشكل، نحيته من المول كيما راه موضح. انا خدمت بهذا المول باش تسهل عليا الخدمه كي ندير لا كريم. جبت هذاك الكاك حليته على 3 طبقات، قسمته على 3. بعدها عاود جبت هذاك المول اللي كنت طيبت فيه الكاك، بعدها جبت حليب، شمخت كامل هذيك الحلوه ديالي، شمختها مليح باش تجيني مشمخه. ما تخافوش هذه الحلوه راح تشرب معاكم وراح تجيكم بزاف بنينه كي تكون مشمخه مليح بالحليب. بعدها جبت هذاك لا كريم اللي كنت خدمتها وحطيتها في الفريجيدير، فرشتها طبقه كيما راه موضح. درت طبقه تاع الكيك، بعد شمختها بالحليب. بعد ما شمختها بالحليب زدت عليها الكريمه. هنا زدت الكيك، زدت طبقه تانية، زدت شمختها بالحليب. هنا الطبقه الثانيه ما لازمش تشمخوها مليح، شمخوها غير شويه. بعدها زدت الطبقه الثانيه تاع لا كريم، سقمتها كامل بالمغرفه كيما راهو موضح. حطيتها في كونجيلاتور مده 3 حتى 4 سوايع حتى نحس هذيك لا كريم شدت كامل روحها. بعدها جبت شوكولا اللي كنت ذوبتها بشويه حليب، درت طبقه تاع الشوكولا بهذا الشكل. بعد ما درت كامل هذوك الطبقات توعي حطيتها، نشفت هذيك الشوكولا نشفت لي شويه. بعدها قطعتها كيما راهو موضح. انا درتها قطع، ممكن انك تخليها هكذاك. قطعتها قطع كيما راهو موضح في الصوره. بعدها جبت لا شونتيي، زينت الحلوه ديالي بلا شونتيي اللي كنت درت لها باكي شونتيي، نص كاس ما بارد كان في الفريجيدير، زينتها بهذا الشكل.
هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى تكون نالت إعجابكم، ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي جيم رايكم في لي كومونتير، واللي ماهوش داير لي ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا. السلام عليكم، على بروشين.